السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه سوبر في بي ان. التطبيق ده مساحته 31 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان اللي بيكون الغرض منها ان انت تستمتع بسرعة انترنت عالية، تقدر ان انت تستمتع بألعاب اونلاين وسرعة عالية بالنسبة للاشخاص اللي انت بتلعب معاهم الالعاب. تقدر تتصل بانترنت من خلال شبكة اي شبكة واي فاي، سواء الشبكة دي شبكة خاصة او شبكة عامة، ومحدش يقدر يعرف الاي بي ادريس بتاعك، ولا حد يقدر يعرف ان انت داخل على الشبكة دي اصلا. كمان بيقدر يخليك ان انت آه كأنك فاتح من مكان غير المكان اللي انت فاتح فيه. يعني لو في حد حابب يتتبعك، يعرف اخبارك، يعرف اماكن اللي انت فيها، او يعرف الجي بي اس بتاعك او عنوانك او كده، مش هيقدر يعرف، عشان الفي بي ان ده بيخليك كأنك فاتح من مكان غير المكان اللي انت فيه، او من دولة غير الدولة اللي انت فيها. ده بيفيدك بعد كده في ايه؟ ان انت لو في دولة حظر مواقع معينة او حظر تطبيقات معينة، فانت بتقدر تفتحها، لان انت لما تفتح الفي بي ان كأنك فاتح من دولة تانية. يعني مثلا دولة زي الصين بتكون حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والتطبيقات بتاعت امريكا. فانت لو انت فيها وحابب ان انت تشغل التطبيقات دي، بتقدر تفتحها من خلال ان انت تشغل تطبيق في بي ان، بيخليك كانك فاتح من دوله تانية. كذلك الامر لو في دوله حظر مواقع معينه ان هي تعرف الاخبار بتاعتها او تنزل الاخبار بتاعتها، سواء الاخبار الاقتصاديه، الاخبار التثقيفيه، الاخبار الرياضيه، الاخبار الاقتصاديه، السياسيه، الحاجات دي كلها بتقدر انت تعرفها وتطلع عليها، علشان كأنك فاتح من مكان تاني غير المكان اللي انت فاتح منه. ده كده الغرض من الفي بي ان، او الغرض من التطبيق وفايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كمجمل او كتوتال هو تطبيق كويس، تطبيق تقييماته كويسة، واخد حوالي 4 نجوم ونص. يعني كل اللي حملوه واللي اتعاملوا بيه آه، بيشكروا فيه او لقوا فيه كل المميزات اللي احنا قلنا عليها ويعتبر العيوب بتاعته يعني حاجات بسيطة، مش حاجات ممكن تأثر عليك أوي. بس كده يعتبر نفس شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بالمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو. فانا لاحظت ان في ناس بتنزل تعليقات على فيديوهات نازله من زمان، بقالها مثلا 8 شهور، 10 شهور، سنه، ويقولوا ان فيها مميزات وفيها عيوب انا مش قايلها في التطبيق ببساطه، لان دي تطبيقات يا جماعه بينزل لها تحديثات مستمريه. ف طبيعي لو انت شاهدت الفيديو بتاع شرح التطبيق بعد فترة من نزوله، يعني بعد 7 شهور، 8 شهور، 10 شهور، سنة، اكيد هتلاقي فيه اختلافات كلية او اختلافات جزئية في التطبيق. انما لو شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، هتلاقي المميزات والعيوب اللي انا قايلها هي دي الحاجات اللي موجودة فعلا في التطبيق. اما لو انت شاهدت فيديو او حابب ان انا اعمل لك فيديو لشرح تطبيق معين، التطبيق ده مثلا موجود قبل كده قديم وانت حابب تعرف التحديثات بتاعته ايه، اكتب لي وراسلني. اكتب لي في الكومنت اي فيديو وقول لي اشرح لي التطبيق ده تاني، عشان انت من شرحه من زمان وانا مش عارف المميزات والعيوب بتاعته الجديده ايه. وانا هعمل لك شرح للتطبيق وازاي تشغل التطبيق، وازاي لو عايز تشترك في التطبيق او لو عايز تلغي الاشتراك بتاعك تقدر تلغيه بسهولة. وكمان تقدر تراسلني على الفيس او على الماسنجر على اكونت باسم مراجع برامج. وشكرا، سلام عليكم.